وصلتني للنيابه، هتوصلني لفين تاني؟ الحمد لله اللي ما كنتش معايا، كنت وصلت المستشفى زي الراجل الحاج اللي انا ضربته ده. حاج؟ ده انا اديته 30 قلم على قفا امه، واحد قفاه قد كده اهو، اجي اضربه في عينيه تيجي في قفاه، اعمل له ايه انا بقى؟ اخرس يا الادب، اخرس، ما تقولش الكلام ده قدام مره ثانيه. الادب مش هو انا اصلا كنت كسرت دماغي، ما كانش حصل منك سفالتك. مش هو اللي كان ضربني الاول ولا كنت اسكت له يعني؟ ايوه راجل كبير وحاج ومحترم، هو اللي هيعمل كده، انت اللي قليل الادب. وديني لا شرحه بس اما يشوفه بعد كده. والله هرميك بره البيت رميه الكلاب. على العموم انا شفته مرتين ثلاثه، انما فين مش قادر اتذكر، هعرفه. المهم قول لي العربيه جرى فيها ايه؟ يا داوي شوف دي بقى حشي فيها رقبتك من على جتتك. العربيه جرى فيها يا ولد؟ لا العربيه الحمد لله الحمد لله كل حاجه فيها سليمه. الحمد لله. بس لوحدها اعتقد. يعني ايه لوحدها؟ كل حاجه فيها سليمه بس لوحدها. ازاي يعني؟ كل حاجه فيها سليمه بس لوحدها، فاهمه انت بقى يعني؟ يعني ايه يا ولد؟ يعني كل شيء مستقل بذاته. الفرامل في ناحيه والعجل في ناحيه، والكلب ممكن نجيب الكلب نكمل بيه على الطعم ونقعد عليه ونحطه هنا. انت يا ضيعت العربيه، الهي يوريني فيكم يوم بحاجه النبي يا سلطان يا ابن زينب بجد الله. خد من قلبي وصر، اتصل بشركه التامين عشان حد يعاين العربيه. يا نهار اسود على المصايب اللي ورا بعضها. شركه التموين. تموين؟ شركه التامين يا فالح يا متعلم. هو حضرتك مأمن على العربيه؟ مأمن؟ ايوه. انا مش من يومين مديك 80 جنيه قسط التامين وقلت لك روح ادفعه؟ انت مش قايل لي روح اشرب بيبس؟ بيبس؟ بيبس. بيبس ب 80 جنيه؟ هو النهارده القرش ب 12 جنيه، قرشين احول قرشين. يعني ضيعت العربيه وضيعت التامين، الهي يوريني فيكم يوم وخلصت منكم.